بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يلهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. يسعدني أن ألبي هذه الدعوة الكريمة النابعة من القلب للحضور إلى هذه الولاية المباركة التي لم تغب في تاريخ الجزائر المشرق بعلمائها وصلحائها ورجالها ونسائها ومجاهديها وشهدائها. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلادنا الجزائر من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. عنوان الدرس: القرآن منهاج حياة. ربنا عز وجل أراد الخير للبشرية قاطبة. رب سبحانه بعث الأنبياء والمرسلين لهداية الناس إلى صراطه المستقيم. الرسل أرسلهم الله تترى لهداية الناس ولتجذير الأصل الأصيل في جميع النبوات والرسالات، التوحيد الخالص، كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية ترشد الناس إلى معرفة الخالق جل جلاله. هذه الآية تجيب عن أخطر سؤال طرحه الإنسان في تاريخه الطويل، وهو: ما سر الخلق؟ ما سر الوجود؟ سؤال حير الفلاسفة، سؤال حير الناس. عبر عن ذلك التيه أحدهم، وهو المعروف بشاعر شاعر المهجر إيليا أبو ماضي في طلاسمه: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود لست أدري. هذه الحالة من التيه والضياع عبر عنها هذا الشاعر. هي حالة خطيرة جدا، ولكن القرآن كما يقول العلماء يجيبنا عن جميع الأسئلة المحيرة التي لا تدركها العقول. أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول أن العقل والنقل كلاهما يلازم الآخر، والعلاقة بينهما كالعلاقة بين البصر والضوء والشعاع، لا يستغني أحدهما عن الآخر. ما يقدرش الإنسان يعرف كل الحقائق إلا بالوحي، النقل والعقل. والعقل أعظم نعمة من نعم الله اللي أعطاها لبني البشر. القرآن منهاج حياة، آية تجيبنا عن هذا الإشكال، عن هذا السؤال، في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي الخلاصة، آية واحدة أعطت لنا خلاصة وبصرتنا بهذا المنهاج. إن هذا القرآن يهدي، فهو كتاب هداية وتشريع. القرآن كتاب هداية وتشريع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
في سورة الجن في الآية الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. 4 مستويات. المستوى الأول المستوى العقدي الإيماني، القرآن هو اللي يورينا طريق، وطبعا هذا هو الأساس، أن الإنسان يؤمن بربي إيمانا خالصا طاهرا من كل الشوائب، إيمان صحيح ما كان لا شركيات ولا شيء، إيمان كامل. ربي سبحانه قال في سورة البقرة بعد آية الكرسي الآية 256 من سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن المسألة دي محسومة، نحن أهل الإسلام والإيمان هذا الأمر عادي، رانا مؤمنين بربي والسلام، ولكن بالضد تتبين الأشياء. نهار اللي واحد يشوف الناس اللي ضايعين تايهين اللي عندهم عقائد ضالة، ربي يهدي الجميع، ولكن ندرك قيمة النعمة حينما نرى التيه والضياع الذي يعيش فيه الناس الآن، خاصة في هذا الزمان الذي يشهد ثورة تكنولوجية إعلامية بيولوجية عالية جدا، ولكن الإلحاد ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، أمر محير. ذلك هذا هو الأساس المتين الذي جاءت به النبوات والرسالات. نؤمن بربي لا شريك له، كي نؤمن بربي نؤمن بكل ما أمرنا به. أواخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آيات عجيبة تبني هذا الجانب المهم في الإنسان وهو الإيمان. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، باش المسلم يكون حريصا على تقوية إيمانه. كل ما يقوي إيمانه فهو مطلوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا المستوى الأول، القرآن يهدينا للتي هي أقوم. نروح المستوى الثاني وهو المستوى التعبدي، العبادات. أيضا القرآن قال أنتم البشر ربي خلقنا باش نعبدوه، نعبد الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة الآية اللي قرأناها قبل حين، الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن مسألة العبادة. وتأتي السنة النبوية لبيان الإجراءات التطبيقية لهذه العبادات. الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة هو الذي حددها، حدد الأنصبة، التفاصيل نتاع الزكاة نلقاوها في السنة النبوية. ربي قال في سورة المعارج الآية 24-25: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وتأتي السنة تبين، هذا هو التلازم بين الوحيين، بين الكتاب والسنة. إذن الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
خذوا عني مناسككم، والتفاصيل تعرفونها. إذن القرآن هو الذي بين لنا الطريق نتاع العبادة، إذن يهدي للتي هي أقوم في مجال العبادات، فنعبد الله إلى أن يأتينا اليقين مع كل التخفيفات الواردة في القرآن والسنة. وهكذا ربي قال في سورة الحج الآية الأخيرة الآية 78 قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن ما كانش الحرج. وربي قال في سورة البقرة الآية 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقالنا في سورة النساء الآية 28: يريد الله، يريد ربي يريد يبغي، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما كانش اللي يعرف البشر كما رب البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك قرر الشرع قرآنا وسنة جملة من التخفيفات، فتأتي السنة لتبين مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، صلي واقف. القيام في حق القادر عليه ركن في الصلاة، واللي مش قادر فقاعدا، واللي مش قادر فعلى جنب. هذه كلها التسهيلات تسمى تخفيفات: تخفيف الإسقاط، تخفيف التقديم، تخفيف التأخير، تخفيف البدل، تخفيفات مفصلة في أبواب الفقه. إذن العبادات الحمد لله. علاش قلت هكا؟ لأن غيرنا عندهم بعض العبادات وطقوس لا يقبلها العقل ولا النقل ولا المنطق، ولكن العبادات المشروعة في ديننا حلوة ما شاء الله، عندها مقاصد وعندها غايات، شيء عجيب. مهما تطورت العلوم والبحوث التي تعمق البحث، تبحث عن مقاصد هذه العبادات، وما زال أسرار كثيرة ما لقاهاش الإنسان. الحمد لله نعبد الله بما شرع، فالأصل في العبادة الحظر كما يقول الفقهاء إلا بنص. المجال الثالث وهو المجال التربوي الأخلاقي. هو ربي ونبي يقول معلي تعملوا بربي، تعبدوا ربي، ولكن ما تنسوش الأخلاق، القيم. القيم والأخلاق هي التي ترفع الإنسان عند الله وعند الناس. وتعرفوا كاع هذا الشيء. وشوف حتى المعلم كي يشوف تلميذ يقرأ مليح ممكن يجيب 18 على 20، إذا ما عندوش الأدب ممكن يستدعي والديه، باباه يقول: وليدك ما تشكرش، القراية يقرأ مليح ولكن الأخلاق السلوك ما هوش مليح. أما كي يجيبهم في زوج يقول ممتاز ولا جيد علما وخلقا. كي تلاقوا في زوج ما شاء الله، ربي سبحانه شكر النبي عليه الصلاة والسلام، مدحه بحسن الخلق، والآية تعرفوها. ربي سبحانه ذكره بحسن الخلق، أخلاقه الحسنة ليكون قدوة لغيره. وهو يقول في سنته: وما أرسلت الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية ذكرها البخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث 273. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية أخرى مشهورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بهذه الصيغة الحصرية باش يبين النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق عندها قيمة،
عندها قيمة عند ربي سبحانه عز وجل، وعندها قيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم يكون عندها قيمة في المجتمع المسلم. لازم يكون عندها قيمة، خاطر هي المعيار اللي يرفع الإنسان. الأخلاق ترفع وتضع، الأخلاق تفرق وتجمع. الأخلاق هي السلم اللي به يرتقي الإنسان في مدارج الكمال البشري. إذن هذه الأخلاق والتفاصيل موجودة في السنة النبوية بكثرة. يعني السلام، كيفاش إلقاء التحية ورد السلام، وآداب الزيارة، وآداب المسجد، وآداب الجيران، التعامل مع الجيران، أخلاق وآداب التعامل مع المعلم، مع الكبير السن، مع الفقير، مع الضيف. كل شيء مفصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نقال في أحاديث كثيرة منها: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه درجة كبيرة الإنسان يقدر يوصلها، باش درجة الصائم اللي يصوم في نهار ويقوم الليل، باش يوصلها بالأخلاق الحسنة. ويقول في حديث آخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني أحاديث كثيرة نقرأها في السنة القولية، ونقرأها في السنة العملية، وكذلك مقررة في السنة التقريرية. أخيرا نأتي إلى المجال الأخير، وهو مجال العباد، المعاملات. هذاك اللي واعر بزاف. المجال الأول ألف الإيمان، المجال الثاني العبادات، الثالث الأخلاق. نروح للمعاملات، ثم امتحانات كبيرة تمتحن أخلاق الناس، تمتحن معادن الناس في هذا المجال الحيوي، مجال المعاملات، البيع والشراء، التجارة، السوق، الخدمة في مكان العمل، العلاقات بين الناس على مستوى الأسرة، على مستوى القبيلة، العشيرة، على مستوى الولاية، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة، بل على مستوى البشرية. لذلك ربي قال في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف الإنساني والتعاون فيما يسمى بالمشترك الإنساني، هنا اختبارات وامتحانات كثيرة عبر عنها القرآن، كما في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المعاملات، الشريعة أو القرآن ضبط، هي القاعدة العامة، القرآن ضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة. ما كانش مجال خلاه، إما بقواعد كلية، بنصوص كلية، بقواعد عامة، أو بقواعد مجملة جاء بيانها في السنة، أو بقواعد وإجراءات تفصيلية. والحديث اكتفي بهذه الإشارات. نقرأ فقط، أختار بعض الآيات. كي نقرأ مثلا في سورة الروم الآية 21، ربي قال: ومن آياته أن خلق لكم من أزواج، بعد قال: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شوف الآية هذه راهي تؤسس للأسرة، لأن المعاملات، التدريب على المعاملات يكون داخل الأسرة
الواحدة. يلا، ونفس الأمر ورد في سورة النساء الآية 21 وآيات أخرى. نروح إلى سورة البقرة الآية 275، ربي قال وأحل الله البيع، البيوع الله يعينكم، وردت بالاستغراق والشمول. البيوع دير المقايضة، دير عقد المرابحة، دير عقد المضاربة، دير الشركات، دير واش حبيت. الأصل في المعاملات الحل أو الإباحة إلا بنص. هنا الهمم تنتشر، ديروا التجارة كما حبيتوا، ولكن كاين أمور ما تديروهاش، حرام. الربا قال وأحل الله البيع، ولكن الربا قال وحرم الربا. ونروح في السورة نفسها، أطول آية في القرآن في المعاملات هي الآية 282 من سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيها توثيق الديون، الإشهاد على الديون، فيها الرهن، فيها التجارة. كل هذه الأمور وردت في آية واحدة. وربي سبحانه باش يقول أن هذا القرآن يحمي أموالكم، يرشدكم إلى تحصيل الأموال من المصادر الحلال. الخدمة، العمل الذهني أو البدني مصدر مباح. الهبات للدوناسيون، الهبات حلال. الوصايا للتستامون حلال. الميراث، المواريث لتنتقل من الموتى إلى الأحياء. الآية 7 من سورة النساء وما بعدها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، إلى أن يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذا مصدر مباح، على أن يكون التوزيع وفق هذه الأنصبة الواردة في القرآن، وبعضها ورد في السنة النبوية. بعد ذلك كل هذه الآيات آيات في المعاملات. وبعدين ربي قال كي تجيب الأموال جيبها من الحلال، بعد من كل مصادر الحرام، الربا وعقود الغرر. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه آية عامة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حينما تحصل الأموال الرزق راه في يدك، لازم تزكيه شكرا لله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بالشروط المعروفة في السنة. وبعدين الإنفاق، الإنفاق أنفقوا، سورة الحديد الآية 7 ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، باش ما يجيش واحد يقول كان بشطارتي، ولا واحد، كل شيء من الله. إلا جبت دراهم الرزق، بالذكاء ربي يعطيك الذكاء، إلا بالقراية ربي اللي يعطيك القراية، إلا بالأولاد ربي يعطيك الأولاد، بالصحة ربي يعطيك الصحة. إذن ربي قال ملكيتكم للأموال ليست مطلقة، هي مؤقتة، ملكية استخلاف وإنابة وتفويض. الآية 7 توضح وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبعدين في الآية 10 بعد 3 آيات من سورة الحديد ربي واش يقول ولله ميراث السماوات والأرض. كل شيء يرجع لرب سبحانه عز وجل. المهم الإنسان إذا مشى بالقرآن الكريم يعيش حياة هادئة هادفة هادية، 3 هاءات، حياة هادئة مستقرة، هادئة هادفة هادية، ويعيش في سلام ويلقى الله بسلام. وربنا قال في آخر ما أنزل، قال الدنيا هذه ولو طالت هي قصيرة، فهي أقصر من أن نقصرها. قال في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله حسن الخاتمة. والسلام عليكم.